السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سعيدة بلقياكم من جديد، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم فيه تمام الصحة والعافية إن شاء الله. وانتم كتشاهدوا كيف كتشوفوا معايا فيديو جديد، وصفة جديدة على قناة جويرية جوري. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أسرع وأسهل وصفة ممكن تحضروها، هي البيتزا. كتجي رائعة رائعة رائعة، بيتزا لذيذة وبيتزا بنينة بنينة بزاف بزاف بزاف، وبمكونات كيجيو فيها لذاذ بزاف ما نعاودش لكم. المهم كنتمنى تشجيعاتكم للقناة والفيديو كذلك، الله يحفظكم، ونبداو على بركة الله. عندي هنا البيتزا كيف كتشوفوا معايا، البيتزا اللي كنت حضرتها معكم من قبل. راه حطيت لكم الفيديو من قبل كيفاش تحضروا البيتزا، تخليوها في الثلاجه باش الا بغيتوها تلقاوها واجده ودغيا تحضروا بيتزا سهله. عندي هنا لاصوص ديال البيتزا كذلك حتى هي كنشريها جاهزه. الا كنت زربانه بحال هكا بلا ما نطحن لاصوص ديال المطيشه او الطماطم نعاود زعما نشحرها وندير فيها التوابل حتى تختار. المهم كناخذ هذه سهله دغيا كتجيني يعني في الخدمه مزيانه. كناخذ القياس ديال لاصوص كنخوي فوق البيتزا بهذا الشكل هذا وكنسرحو بهذه الطريقه. بيتزا سهله وبسيطه بالنسبه للاخوات الا كنتو في الخدمه او الا كنتو عيانين وكانت عندكم البيتزا في الثلاجه، ممكن تنوضوا دغيا تحضروها بهذه المكونات. ما غتشحروا يعني ما غتقليو ما حتى شي حاجه، ديريكت كتعمروها وتدفعوها في الفران بالصحه والراحه. كنرش عليها شويه ديال الزعتر بهذه الطريقه هذه، لان لاصوص ما دايرينش فيها الزعتر، حنا شريناها جاهزه ما كيكونش فيها الزعتر، ماشي بحال ديك اللي كنصايبو كنقادو فيها الزعتر، فيها الملحه فيها الابزار. وبعد ما درنا الزعتر فوق لاصوص كناخذوا الفرماج ديال الساندويشات، كيجي حتى هو لذيذ بزاف 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 في البيتزا، كيعطيها واحد اللذه رائعه. كناخذوا هذا المورسو هذا غادي نقطعوه طريفات صغار، كتقطعوه غير عشوائي طريفات صغيورين كتحطوه فوق البيتزا ديالكم. يعني كتقطعوه غير بهذا الشكل هذا كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف بزاف في البيتزا. نتوما لكم الاختيار، ما بغيتوش ما ديروش. المهم البيتزا كتبقى داكشي اللي متوفر عندكم او الحشوه اللي كاينه عندكم في البيت ديالكم راه كتصايبوا بها البيتزا. سبق لي كنت حطيت واحد الفيديو قصير على هاد البيتزا هادي، ولكن ماشي بهاد المكونات، كنت دايره فيها غير البصله خضاريه وفيها الطريفات ديال الدجاج مشحراهم والبصله خضاريه فقط، بلا فلافل بلا والو. وجاوني بعض التعاليق قالوا لي اعطينا الوصفه. ها الوصفه حطيتها لكم دابا، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله ونتمنى تجربوها. هذه فيها الطون، دايره فيها الطون ماشي بحال الاخرى اللي كنت حطيت فيها الفيديو قصير، كان فيها غير الدجاج وهذا طريفات ديال الدجاج مشحراهم في الزعتر وزيت العود وهذا سميتو والبصله خضاريه. ولكن هذه فيها الطون وفيها الفلافل الالوان، كتجي حتى هي كذلك لذيذه بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للعجين ديال البيتزا راه سبق لي وحطيتها لكم في واحد لا فيديو حتى هي، كيفاش تعجنوها وكيفاش طيبوها وتخليوها في الثلاجه باش الا بغيتوها تلقاوها واجده. بعد ما درنا الطون اللي غادي يكفينا كناخذوا الفلافل الالوان. عندي انا فلفله خضراء هنا وفلفله حمراء، ممكن تضيفوا حتى الفلفله الصفراء حتى هي راه كتجي فيها رائعه، كتعطيها واحد اللون زوين بزاف بزاف. الفلفله ما شحرناها ما حتى شي حاجه، قطعناها دوائر بهذه الطريقه هذه، وراه غادي تجي لذيذه وزوينه في البيتزا بلا ما تشحروها يعني بلا ما تصدعوا راسكم تشحروا من هنا وتعاودوا من هنا، كتعمروها ديريكت وتنوضوا. كنضيف من فوق هاد الفلافل الالوان شويه الفرماج محكوك بهذه الطريقه هذه، فرماج موتزاريلا حتى هو حكاه بهذا الشكل هذا ودايراه في الثلاجه يعني في المجمد، مخلطه مع شويه الزعتر ودايراه في المجمد. ملي كنبغي كنلقاه واجد بهذه الطريقه كيجيني ساهل. وكنضيف شويه الزيتون اسود بهذه الطريقه هذه، ممكن ديروا حتى الزيتون اخضر الا عندكم. المهم البيتزا راه كتبقى على حسب الاختيار ديال كل اخت او كل سيده، داكشي اللي عندكم كتعمروا به البيتزا ديالكم او الحشوه اللي كاينه في البيت ممكن ديروا بها البيتزا. راه سبق لي وحضرتها معكم غير بالبصله خضاريه كيف قلت لكم، كتجي فيها حتى هي لذيذه وبزاف بزاف بزاف، كتجي اكثر من رائعه. بعد ما عمرنا هاد البيتزا غندفعوها في الفران كيف كتشوفوا، غادي ندفعوها باش نعمروا البيتزا الثانيه ان شاء الله. هاد المكونات اللي عندي ديال القياس ديال 3 البيتزات كيف كتشوفوا معايا. هذه البيتزا الثانيه، بيتزا بحجم عائلي كيف كتلاحظوا. كنضيفوا لها كذلك حتى هي لاصوص بهذه الطريقه. لاصوص القياس ديال معلقه عامره مزيان، معلقه ديال السبوله راه كتكفي فيها، كتسرحوها بهذا الشكل هذا. بيتزا ساهله بزاف بزاف بزاف، وبغيت نشاركها معكم باش حتى نتوما ممكن تاخذوا عليها فكره باش دغيا تحضروها.
كنضيف واحد شويه لاصوص باش نكمل هذا الدهين ديال لاصوص فوق البيتزا. يعني معلقه عامره ديال السبوله راه كتكفيكم في هذه البيتزا هذه ديال لاصوص. بعد ما كندهنوها كامله بهذه الطريقه كناخذوا الزعتر وكنرشوه فوق منها بهذه الطريقه هذه. ضروري من الزعتر فوق لاصوص ديال البيتزا باش كتجينا البيتزا لذيذه. الزعتر كيعطيها واحد النكهه يعني جد رائعه، كيجي مع البيتزا. وبالنسبه للعجين راه فيها الزعتر. كناخذ الفرماج ديال الساندويشات حتى هو كنقطعو بهذا الشكل هذا، نفس الطريقه اللي درنا في البيتزا الاولى كنديروها في الثانيه بهذا الشكل. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تدعموني باشتراكاتكم في القناه. اللي مازال مشترك في القناه يدخل ويشترك عندنا، مرحبا والف الف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش دائما يوصلوا الجديد ديالنا ان شاء الله، ويكون دائما من المتابعين الوفيين ديالنا. والمتابعين الوفيين راه كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم اللي كتشجعوني بها دائما دائما. الله يحفظكم. وكذلك تعاليقكم اللي كتفرحني صراحه منذ ان فتحت القناه، يعني منذ التاريخ اللي فتحت فيه القناه وانا كنقرا غير التعاليق الايجابيه، ما عمرني لقيت شي تعليق سلبي والحمد لله. هذا يدل على نجاح الوصفات ديالنا والنجاح اللي كنقدموا به، يعني كل وصفات ناجحه 100%. الحمد لله ولله الحمد. بعد ما درنا الطون كنديروا الفلافل الالوان حتى هي بهذه الطريقه سهله في اسرع وقت وفي وقت وجيز. ممكن تحضروا به 3 البيتزات او 4 البيتزات دقه واحده ودفعوهم للفران، وهالبيتزا كتكون واجده حاضره عندكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا المكونات ما شحرنا حتى شي حاجه، كلشي حطيناه وكنقدموا فيه بهذه الطريقه هذه. يعني الطون راه طبيعه الحال ما كيتشحر ما حتى شي حاجه، كيدار في البيتزا بهذه الطريقه. غير الفلافل الالوان حتى هما ما تشحروهمش، قطعوهم غير يكونوا رقاق بهذا الشكل، راه كيطيبوا كيجيو لذاذ في البيتزا بلا ما تشحروا حتى شي حاجه. كنضيفوا الزيتون الاسود بهذه الطريقه هذه. هذا الفرماج حتى هو اللي حكيته درته في الثلاجه كيف قلت لكم كتنسموه بالزعتر. انا منسماه بالزعتر كنحكو كنجيب المهم كنجيب هذاك الفرماج ديال الكيلو كيكون داير 50 درهم، راه كيدي لكم مده. كنشدو انا كنحكو بالحكاكه كيولي مبشور بهذه الطريقه هذه، وكنخلط معاه الزعتر باش يتنسم، وكنديرو في ساشيات او في المهم القياس اللي كتبغيو نتوما تهزوه تخدموا به كديروا، باش ملي كتجبدوه ما كتعودوش تردوه للثلاجه، كتجبدوا القياس اللي كتخدموا به. بعد ما عمرنا البيتزا ديالنا بهذا الشكل هذا وانتم كيف كتشوفوا معايا جوج بيتزات ها هما طابو كيف كتلاحظوا فيهم كيجيو رائعين رائعين بزاف بزاف بزاف. وهذه البيتزا الثالثه مازال ما طيبناهاش، غندفعوها دابا الفرن حتى هي طيب ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا. وبعد ما كطيب البيتزا الثالثه غادي نجبدوها من الفران. شوفوا كيفاش جاو تبارك الله محمرين ومذهبين، كيجي فيهم واحد اللون اكثر من رائع. والمذاق تبارك الله مع الطون راه ما نعاودش لكم، الطون حتى هو كيجي فيهم لذيذ بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للخدمه ديالهم راه كيف شفتوا معايا دغيا تعمروا البيتزا ديالكم بالزربه. خاص غير تكون البيتزا حاضره عندكم في البيت باش دغيا توجدوها في اسرع وقت. شوفوا كيفاش كيجي فيها تبارك الله الفرماج والحشوه كلها كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف. المهم كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم ان شاء الله، وما تنساونيش بتشجيعاتكم. الله يحفظكم والى وصفه قادمه باذن الله.